هاي، عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وبسعاده. شايفين الكفته الخطيره دي؟ تعالوا بقى هوريكم ازاي تعملوها في البيت. كفته الحاتي اللذيذه الجميله وشاده نفسها من بره وطريه وجوسي من جوه، خطيره. مكونات والتكات كلها مظبوطه. يلا بقى بسرعه نشوف هنعملها ازاي في البيت وباقل تكلفه وتطلع زي بتاعت بره وتشرفك في اي عزومه. حقيقي خطيرة خطيرة بجد، يعني لازم تجربيها بالطريقة دي. يلا بسرعة. أول حاجة في مكوناتنا، أنا عايزة حوالي نص كيلو لحمة مفرومة بلدي طبعا، ويكون فيها نسبة الدسم حوالي 25%، يعني تكون بالشكل ده، فيها أبيض حوالي 25%. طب ما عندكيش، هنجيب اللحمة المفرومة بتاعتنا اللي هي الحمراء ونضيف عليها نسبة دهون، حتة ليا بقى، حتة دهون، ونضيف عليها ونفرمها في الكبة مرة أو مرتين. ليه؟ لأن اللحمة المفرومة اللي فيها نسبة دهون بتديني تيست وطعم مختلف في الكفتة وبتخليها فعلا جوسي وطعمها حلو. تاني حاجة معانا بقى بصلايه. دي بصلايه كبيره، على كل نص كيلو لحمه مفرومه بحط بصلايه. انا بضربها كويس وبفصل البصل عن الميه بتاعته، بعصر الميه كويس علشان انا هحتاج الميه دي في حاجه تانية في الكفته. احنا ما بنرميش حاجه، هقول لكم هنعمل فيها ايه وازاي هتديني طعم بتاع بره. بعد كده عندي ربطة بقدونس حلوة كده جميلة ومحترمة، غسلتها كويس ونقعتها في الخل وشلت العواد وقطعت الورق بس، يعني قطعت الورق كده ايه صغنن، لان انا مش هحتاج غير الورق. العواد بتقرقش وبتدي طعم مش حلو كده في الكفتة وبتقف. باكو بيكنج باودر اي نوع انت بتحبيه، ما عنديش مشكلة خالص. البيكنج باودر بيخليها هشه ومنفوشه. في ناس بتحط كربوناتو ممكن، بس انا بحب البيكنج باودر لاني بحس ان هو بيديني هشاشه الكيكه كده. محتاج معلقه من الدقيق اللي هو متعدد الاغراض، اي دقيق ابيض عندك. الدقيق برضو بيدي تماسك للكفته. في ناس بتحب تجيب رغيف عيش فينو وتبله وتحطه معانا، اوكي. في ناس بتحط بقسماط اللي هو زي بتاع الفيجيتار، اوكي. بس هو بره في الاغلب بيحطوا دقيق، ما بيحطوش اي حاجه تانية. اخر بقى مكون وسر من اسرار كفته الحاتي اللي عمر ما حد هيقول لكم عليها، اللي هو النشا. ليه النشا؟ لان النشا هو ده اللي بيخليها جوسي من جوه وطريه كده، وفي نفس الوقت بتديني المطه. بتبقوا مستغربين هي جت منين؟ بتبقى جت من النشا بقى. هو النشا ده هنحط منه معلقه. يلا بينا بقى نبدا بسرعه. الكفته اللي مش هتاخد مننا اصلا 10 دقايق. انا هحط هنا على البقدونس اللحمه وعجنيهم كويس جدا في بعض زي ما انت شايفه. خلي بالك سر من اسرار المطه اللي في الكفته اللي بنقدمها كده في العزومات وبتبقى جايبينها كده من الحاتي بره، المطه اللي فيها بتبقى جايه من كتر عجن الكفته كويس جدا لغايه ما تلاقي الكفته طلعت شعيرات. اي نعم هتاخد منك مجهود شويه 10 دقايق ولا حاجه، بس معلش بايديكي كده وعجنيها كويس جدا في كل المكونات. خليها كده تطلع الخيوط عشان تشوفي ان هي دي اللي هتديكي المطه بتاعت بره. بصل كمان، كيس البيكنج باودر، الوصفه دي ما ينفعش تستغني عنها في رمضان. هي دي بقى وصفه سفره رمضان. تبقى معلقه الدقيق، معلقه النشا، بالي بقى بهارات كفته، يعني ملح وفلفل، ملح فلفل اسود وملح. انا بحط اللي هو الملح اللي هو الصحي اللي هو منخفض الصوديوم، بحبه وبحس ان احنا افيد. يعني بنزود الملح في الكفته شويه لان الكفته بتحتاج الملح فقط لا غير، ونقطه جوز الطيب بس. انا ما بحتاجش حاجه تانية للكفته لان كفته الحاتي ما فيهاش الا كده حقيقي فلفل اسود، ملح، جوز الطيب. اي حاجه تانية هتلاقي نفسك رحتي بحاجه تانية غير الكفته. كفته ملح فلفل جوز الطيب. كده انا بعجنها، بحاول ادخل كل المكونات في بعض زي ما قلت لكم، وعايزه تطلع لي الخيوط اللي قلت لكم عليها. مش عايزه المكونات تبقى باينه كده، انا عايزاها كلها تدخل في بعض. تمام. هعجنها بقى كويس جدا حوالي 10 دقايق كده وارجع لكم. عجنتها كويس ازاي؟ ادتني خيوط زي ما انتم شايفين. المفروض بعد الخطوه دي اسيبها ترتاح في التلاجة نص ساعه، بس انا بصراحه مستعجله. فيلا بينا بقى. فاكرين ميه البصل؟
هنتبلها عشان دي اللي هنصبع بيها. هنحط لها فلفل اسود، بابريكا عشان ده اللي بيديني الحمار بتاع بره بقى، نقطة كمون صغننة جدا، وملح حوالي معلقة، وحوالي معلقة أكل زيت عشان تديني لمعة الكفتة. صباع الكفتة كده بلفه على أي حاجة اسطوانية علشان يخليها طرية من جوه وجوسي. طبعا أنا ما عنديش فتعاملت بإيد معلقة خشب عادي جدا عندي. عايزة أقول لكم كمان على سر كده في الكفتة، لما بتعملي لها الحركات دي الكفتة ما بتقلش في الفرن، تفضل محتفظة بحجمها. عشان كده في الكفتة بيعلموا عليها كده. أنا خلصت الكفتاية اهي، بحط في الصوص بتاعي اللي قلت لكم عليه كده، وبجيب صينيه مدهونه زيت نقطه خفيفه خالص، وبحط فيها صباع الكفته اهي الصينيه بتاعتي. ماشي، لموني على الحلاوه والجمال. الكفته قبل ما تدخل الفرن بالجمال ده، انتوا متخيلين؟ لسه بقى ما دخلتش الفرن، شايفين اللمعه اللي فيها والجمال، مشرفه حلوه جميله. في اي عزومه هتقدميها وانتي مبهوره، يعني ضيوفك اصلا مش هيصدقوا ان معموله في البيت. هحطها بقى في الفرن على درجه حراره 180 حوالي ربع ساعه، وهفتح اقلبها على الوش التاني. الكفته كده خدت اللون اللي قلت لكم عليه، حوالي ربع ساعه على درجه حراره 200 مش 180 سوري زي ما قلت لكم 200. بصوا ما نشفتش. هقلبها بقى على الوش التاني وهحطها برده ربع ساعه، وهوريها لكم بعد ما تخرج من الفرن. دي شكل الكفته بعد ما استوت، خطيره جميله. بصوا جوسي جوسي جدا، بصوا طريه من جوه ومستويه من بره، خطيره. هستناكم بقى تجربوها وتقولوا رايكم في الكومنتات. هاي.